حبايب قلب ام زياد الغاليين ونن عين ام زياد وفشت وكلاوي ام زياد. ربنا يصلح حالكم ويكبر بخاطركم. والله ما عارفه اقول لكم ايه. بصوا، لكم جزيل الشكر كده على كل كلمه حلوه وكل دعوه حلوه بتدعوها لي. ربنا يجازيكم خير ويبارك في اعماركم وفي حياتكم ويصلح حالكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرزق كل مشتاق منكم بالذريه الصالحه ويبارك لي فيكم ويحل دنيتكم وايامكم ويسترها مع ازواجكم مع عيالكم ويكفيكم شر السكك وشر الامراض يا رب وشر المستخبي، اللهم امين يا رب العالمين. صلوا على النبي كتير وزيدوا النبي الف صلاه حبايب قلبي، عشان الفيديو بتاعنا النهارده عايزه اقول لك جامد جدا. عايزه اشوف الصلاه على النبي كتير قوي في الكومنتات والتعليقات والدعوات الحلوه بتاعتكم، وامان عليكم. لو عجبكم الفيديو حطوا اللايك واشتركوا في القناه عشان خاطر اي حد، اللايك يا جماعه بيرفع الفيديو، اي حد كده يدخل ويشوف الفيديو ويستفيد من الافكار بتاعتنا ان شاء الله. كده تمام حبايب قلبي. بصوا بقى حبايب قلبي، طالما انت ان شاء الله جيتيلي النهارده وايدك اتكت على الفيديو ده اهو، يبقى انت محتاجه الفيديو ده في حياتك، يبقى انت محتاجه الافكار ده اهي وبتدوري عليها، فعشان كده اتكيتي على زر الجرس. آه، اتكيتي على الفيديو ودخلتي عشان تسمعي كل كلمه انا هقولها باذن الله. واتمنى كده تسمعي الفيديو للاخر عشان تستفيدي بكل كلمه فيه حبايب قلبي والافكار اللي احنا هنقولها النهارده. تمام كده. بصوا بقى حبايب قلبي، انا يا ام زياد داخله جمعيه، انا عليا قسط، انا عليا ديون، انا بجهز بنتي وداخله في اقساط وعليا فلوس بدفعها كل شهر، عليا مثلا 400 جنيه، عليا 500 جنيه، فما بعرفش ادفع يا ام زياد. وعشان راح اقول لجوزي اديني فلوس، فبيقول لي طب فين مصروفك؟ ما انا بديك المصروف، انت تحوشي بقى وانت تدبري وانت. انا باخد الفلوس من جوزي يا ام زياد، انزل السوق الاقي نفسي عماله اشتري من هنا واجيب من هنا واجيب من هنا وعماله اعك الدنيا، مش عارفه انا بعمل ايه. ابص الاقي نفسي جيت البيت اشتريت حاجات، منها حاجات موجوده عندي ومنها حاجات انا ما جبتهاش. المهم ان انا صرفت القرشين اللي جوزي مديهمني، المفروض اللي هم اصلا يكفوني 15 يوم ولا يكفوني اسبوع، نزلت صرفتهم مش عارفه عملت ايه ولخبطت الدنيا والفلوس خلصت. واجي عشان الاقي نفسي عاينه قرش عشان ادفعه للقسط، مفيش اي حاجه عارفه اوفرها خالص. يبقى تصلي على النبي وتحط اللايك وتشتركي في القناه عشان الفيديو ده ليك انت، ليك انت باذن الله. والافكار اللي موجوده في الفيديو ده اهو انتوا كلكم بتدوروا عليها، عشان كده دخلتي وسمعت الفيديو. تمام كده. صليتي لي على النبي حبيبه قلبي. بصي بقى، اول حاجه وليكن انا جوزي مثلا اداني 500 جنيه 1000 جنيه 2000 جنيه، اللي انت بتاخديه كل اسبوع بقى، دول معايا كام؟ 500 جنيه. طيب اسمعي الفيديو وركزي فيه كويس قوي. هعمل ايه يا ام زياد؟ هعمل ايه يا ام زياد دلوقتي؟ جوزي اداني 500 جنيه، اداكي 1000 جنيه، الله اعلم بقى جوزك بيديكي كام في الاسبوع. انا هقول لك وانتي هقول لك الافكار وهقول لك الميزانيه وانت ظبطي على ميزانيتك انت بقى، عشان انا مش بعمل ميزانيات يا جماعه، انا بديكي افكار وانت بقى مشيها زي ما انت عايز. تمام. بصي، جوزي اداني ايه؟ ال 500 جنيه اهم. هاخد ال 500 جنيه ده هم وانزل السوق بيهم واروح اشتري من هنا واشتري من هنا واشتري من هنا، والاقي نفسي مانيش عارفه انا بجيب ايه، وحطيت زيت في معيط وجيت لقيت نفس الحاجات اللي انا جبتها هي في حاجات موجوده عندي في البيت منها، وفي التلاجة وفي الفريزر موجوده عندي منها، وفي دولاب الخزين، وفي حاجات اصلا ناقصاني ما جبتهاش. المهم ان انا صرفت الفلوس وما عرفتش احوش اي حاجه ولا عين اي حاجه للجمعيه والقسط اللي عليا. طيب، اول حاجه حبيبه قلبي لازم يكون معاكي بوك زي ده اهو وانت نازله السوق، بوك يكون فيه جيوب وعيون كتير، جيوب وعيون كتير، ماشي؟ تمام كده. طيب هعمل ايه؟ همسك ال 500 جنيه ده همت هجزأهم. اول حاجه هشيل 100 جنيه من ال 500 جنيه، مش هاخدها معايا السوق. اسمعي اللي بقولك عليه، مش هاخدها معايا السوق. انا ست ملتزمه، انا ست ملتزمه، عندي قسط بدفعه اخر الشهر، عندي جمعيه، عندي دين، عندي اي حاجه بقى. ربنا يبعد عنكم الديون والاقساط واي حاجه، وتجيبوا حاجتكم كلها فور يا رب، وما تتحوجوش ابدا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى هشيل ايه؟ انا بكلم الستات اللي عليها دين وعايزه توفر، عايزه تحوش، المهم ان في حاجه في دماغك عايزه تعمليها. هشيل ال 100 جنيه ده اهي على جنب اهي، مش بتاعتي، مش واخداها، انا جوزي اداني 400 بس. اسمعي بقى اللي هقول لك عليه. ال 100 ده، ال 400 ده هم مش هاخدهم احطهم في البوك كده ويلا نازله السوق، انزل اشتري، اخد ال 100 جنيه، اطلع ال 100 جنيه كده اهو من ال 400 جنيه
واروح اجيب مش عارفه ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، والاقي نفسي مش عارفه صرفت كام، جبت ايه، عملت ايه. لا غلط الكلام ده كله. يبقى هعمل ايه يا ام زياد؟ قبل ما انزل خلاص انا عينت ال 100 جنيه على جنب، ماليش دعوه بيها. ديت هعينها كل اسبوع. لو انت مثلا كل اسبوع انت 100 جنيه، وعليكي مثلا قسط في الشهر بتدفعي 400، بتدفعي 300، بتدفعي 500، المهم ان انا هعين 100 جنيه. تمام. دفعت مثلا قسط عليا 300 وبقى معايا 100، هعينها على جنب. دفعت قسط 200 وبقى عليا 200، انا بقول لك مثلا، انت ممكن تكوني بتدفعي اكتر من كده، بقول لك مثلا يا جماعه. تمام. هدفع 200 واعين 200 على جنب. بدفع 400، خلاص ادفعي 400، مفيش اي المهم ان احنا نسد اللي علينا. تمام. طيب هاخد ال 400 جنيه ده همت، وانا نازله هكون معايا ورقه وقلم، هشوف البيت بتاعي ناقصه ايه وعندي ايه. ناقصه ايه وعندي ايه. عندي مثلا ربع شعريه، خلاص مش هحتاج شعريه. عندي مثلا نص كيلو مكرون، اجيب عليهم نص كيلو مكرون. عندي مثلا كيلو رز، بحتاج في الاسبوع قد ايه، اجيب عليهم نص كيلو رز. عندي مثلا طماطم قد ايه، محتاجه اجيب عليهم قد ايه. عندي مثلا كوسه قد ايه، اجيب عليهم قد ايه. عندي مثلا فراخ في التلاجة قد ايه، اجيب عليهم قد ايه. فهمت قصدي يا جماعه؟ انا بقول لك مثلا، ما فيش واحده تيجي تقول لي ايه هم ال 400 جنيه بتوعك هيجيبوا لي ده كله. انا بقول لك مثلا، بقول بكلمكيش على 400 جنيه. يعني 400 جنيه انت ممكن تكون مثلا معاكي 2000 جنيه. تمام. انت انا بكلمك وانت طبقي على ميزانيتك انت. فاهمين قصدي؟ عشان انا ما اعرفش ميزانيه كل واحده كام يا جماعه. فاهمين قصدي؟ طيب ال 400 جنيه انا خدت بقى معايا ورقه وقلم. محتاجه بقى كل يوم كيلو مكرونه، محتاجه نص كيلو عدس، محتاجه لوبيا، محتاجه كوسه، محتاجه فاصوليا، محتاجه رق لحمه مفرومه، محتاجه شعريه، محتاجه برتقال، محتاجه. اكتب كل حاجه وعايزه منها قد ايه بالظبط. انا عندي ربع شعريه في البيت، هجيب عليهم ربع. عندي نص مكرونه في البيت اقلام، هجيب نص سباكيتي عشان محتاجه اعمل اكلتين مكرونه في الاسبوع. محتاجه مثلا عندي كيلو رز، محتاجه اجيب عليهم نص كيلو عشان هعمل 3 مرات في الاسبوع. عندي مثلا كوسه هعمل بص كده. فاهمين قصدي؟ يبقى انا اكتب في ورقه وقلم. هنزل السوق هكتب في ورقه وقلم كده. ظبطت الفلوس اللي انا هاخدها معايا قبل ما انزل، عينت الفلوس اللي انا هعينها على جنب قبل ما انزل، خدت ورقه وكبه فيها كل الحاجات اللي انا هجيبها والطلبات اللي انا هجيبها قبل ما انزل. هنزل السوق اسمي الله كده، هلاقي نفسي مش ماشيه لايصه في السوق، عماله اخبط هنا وارزع هنا واشتري من هنا واعمل هنا، مش عارفه انا بعمل ايه. طيب هل كده الموضوع خلص؟ لا ابدا ما خلص. ان انا معنى كده هرمي ال 400 جنيه كده واحط الورقه معاهم بتاعه المشتريات وامشي؟ لا، يبقى انا ما عملتش حاجه. امال هنعمل ايه يا ام زيد؟ بص حبيبه قلبي صلي على النبي. هناخد ال 400 جنيه دي، ال 100 جنيه مش بتاعتنا، هناخد ال 400 جنيه كده اهو. هبدا اطبق كل 100 جنيه. والله افهمي اللي بقول لك عليه، انا شخصيا بعمل كده. اسمعي بصي، هحط 100 جنيه لوحدها كده، ال 100 جنيه التانيه لوحدها كده. تمام. طب ليه الدوخه دي يا ام زياد؟ مش دوخه حبيبه قلبي، دي حاجه هتعمليها في دقيقه. انت ممكن تلف الطرحه في 5 دقايق، دي حاجه هتعمليها في دقيقه وانت نازله السوق اهو. شايفين انا عملت ايه؟ شايفين انا عملت ايه؟ بصوا عشان كده بقول لك لما تجيبي بوك هاتي ايه؟ هاتي يكون في جيوب كتير كده. طيب نزلت السوق، دخلت مثلا انا عايزه محتاجه ايه من السوق؟ محتاجه مثلا اجيب مثلا نص كيلو سمك واجيب مثلا لحمه مفرومه. طب دمت عاملين قد ايه؟ 100 جنيه. ال 100 جنيه بتاعتهم اهي. يبقى دمت ال 100 جنيه لوحدها انا عارفه انا هجيب قد ايه سمك وقد ايه فراخ مثلا. انا بصوا كل حاجه بقول لكم مثلا. انت ممكن ال 200 جنيه دي مثلا انت مستقليه بيها، بس انا بقول لك مثلا يا جماعه انا بكلمك على قد الفلوس اللي موجوده معايا. انت بقى طبقي على ميزانيتك انت، عشان في ناس بتفهم غلط يا جماعه. معلش اعذروني بس ان انا ايه بطول عليكم، بس انا غصب عني والله. في ناس بتخش تعلق مش فاهمه حاجه. فاهمين قصدي؟ طيب انا محتاجه قد ايه من عندك جزار لحمه؟ محتاجه ب 50 جنيه لحمه، محتاجه ب 50 جنيه سمك. ادي ال 50 جنيه. ماشي، ماليش دعوه بدول، انا ماليش دعوه بدول. ال 50 جنيه هاخد ال 50 جنيه واروح بيها ايه؟ يبقى انا كده خلصتها. طيب محتاجه مثلا بقوليات ورز ومكرونه ومش عارفه ايه قد ايه؟ بال 100 جنيه. ال 100 جنيه يبقى انا عرفت دي راحت فين وعرفت دي راحت فين. ما احطش زيت في معيد جوه هنا لا، انا معايا الورقه، اطلع الورقه واشوف انا محتاجه ايه وهجيب ايه واعمل ايه، واطلع ادي ال100 بتاعه اللحوم، ادي ال100 بتاعه البقوليات. محتاجه مثلا خضار وفاكهه ومش عارفه بطاطس وبتنجان ومش عارفه ايه. بال100 جنيه دي اهي ال100 جنيه اهي.
طيب محتاجه بال 100 جنيه الاخيره مش عارفه رز ومكرونه ومش عارفه ايه وايه، ادي ال 100 جنيه الرابعه اهي. يبقى انا مظبطه كل 100 هجيب بيها ايه بالظبط. طيب انا يا موزات كنت محتاجه حاجات ب 100 جنيه كمان، وانت نقصت لي ال 100 جنيه بتاعت الميزانيه. انا متعوده ان انا انزل بال 500 جنيه بجيب طلبات البيت، انت شلت لي 100 جنيه. اما ال 100 جنيه دي انت مش هترميها في الشارع، ال 100 جنيه دي انت هتسدي بيها بلاوي انت مفتحاها عليكي، انت مفتحاه وتروحي تستلفي عشان خاطر تسد الدين اللي انت خربتيه، انت خربتيه. لا، يبقى انا اول حاجه هظبط لنفسي، هشيل ال 100 جنيه بتاعت الدين دي كخه كده، كخه ماليش دعوه بيها. هظبط الميات زي ما انا قلت لكم كده اهو، ايا كان بقى ميتينات ولا ميات معاكم. طيب اعمل ايه يا مزات تاني؟ انزل السوق معلش يا جماعه متاخر شويه عشان ابدا ان انا اجيب الطلبات مرتاحه شويه. اعمل ايه؟ ابدا بقى ال 100 جنيه اللي انا شلتها ده اهي هطلعها من هنا. مثلا رحت عند بتاع الفراخ، هحاول مثلا اخلي من ال 100 جنيه ده اهي 5 جنيه او 10 جنيه. هحاول اطلع من ال 100 جنيه دي برضو اوفر منها. ما انت لما تروحي السوق متاخر هتشتري الاسعار رخيصه شويه عما تروحي بدري. اول ما تروحي السوق بتبقى البياعين لسه ايه، رايحين لسه بالهم رايق، لسه بقى ساعه استباحه وعايزين يلموا فلوسهم. لا، يبقى انت تروحي اخر السوق هتكون الاسعار هديت شويه. انا بعمل كده والله يا جماعه. تمام. قوم ايه بقى، ال10 جنيه بتتبقى من هنا، 10 من هنا، 10 من هنا، 10 من هنا، ما بحطهمش مع الفلوس، لا، باجي جايه في بوك من اهو، واقوم جايه حاطه كل الفلوس اللي انا وفرتها. تمام، حاطه الفلوس اللي انا وفرتها، قدرت اوفرهم وارجع بيهم البيت، يبقى انت 100 100. عينيهم على جنب مالكيش دعوه بيهم، انا جبت كل طلباتي، لا وكمان وفرت فلوس. قدرت اوفر هنا 5 10 20 30 ان شاء الله يا رب 3 جنيه 4 جنيه، ماليش دعوه بيهم. طيب خلصت كل طلباتي، بس ناقص لي يا ام زيد حاجات لسه برضه حاسه انها ناقصاني، والفلوس اللي انا وفرتها من دول هنا معايا. اعمل ايه؟ جيبي اللي انت عايزاه. مش هقول لك تبقي محتاجه حاجه وتروحي البيت وانت معاكي الفلوس، لا، جيبي. ما هو كده كده اصلا انا رايحه السوق ومظبطه نفسي ان انا هجيب حاجات بال 400 جنيه، بس انا ببركه ربنا ثم بشطارتي قدرت ان انا اوفر كمان من الفلوس دي. وما تنسوش ان انا مطلعه 100 جنيه اهي، لا قدرت اوفر كمان من الفلوس دي في شويه فكه كده. طب انا محتاجه شويه طلبات يا ست، جيبي. انا بقولكيش اساسي ان انت هتشيليهم، عرفت تشيليهم وخلصت طلباتك من دول وما احتجتش لدي، خلاص روحي بيهم اقفلي السوسته. انا ما حوشتش حاجه، انا صرفت الفلوس، ما فيش حاجه هنا خلاص. لا، لقيت نفسي محتاجه حاجه يا ام زياد ناقصاني ضروري ان انا اجيبها، ضروريه وضروري قوي ان انا هجيبها، يعني البيت هيقف عليها هجيبها، هفتح سوستتي وهجيبها. طب بيتي مش محتاجاها بس البيت مش هيقف عليه، خلاص مش مشكله، مش لازم ان انا اجيبها، ممكن ابقى اجيبها في وقت تاني. انا كده بدي لنفسي الشجاعه والحمقى اللي انا ايه، اللي انا اوفر، ادبر، احافظ على ميزانيتي، ابقى ماشيه كده ست عارفه انا هعمل ايه، مطلعه ال 100 جنيه دي عارفه رايحه فين وجايه منين واصلها ايه وكل حاجه. انتوا فاهمين قصدي؟ والله يا جماعه لو مشيتي بالطريقه ده اهي، انا عن نفسي بعمل كده. ما انا قلت لكم لسه في مفاجآت كتير قوي قوي عن التحويش والتدبير. معلش اعذروني، كانت دماغي اليومين اللي فاتوا مشغوله، ما كنتش عارفه انظر افكار جديده، لكن باذن الله بعون الله ادعوا لي ام زاد هترجع لكم اقوى من الاول، وان شاء الله هنسى اي حزن اي زعل موجود جوايا وانزل لكم بافكار جامده. بس شجعوني وحطوا اللايك واشتركوا في القناه، ربنا يكبر بخاطركم يا رب. اعملي بس الطريقه اللي بقول لك عليها ده اهي، والله العظيم ما هتندمي ان شاء الله، باذن الله مش هتندمي. الطريقه دي اللي هتخليكي تحوشي، هتخليكي تبقي نازله السوق عارفه انت بتعملي ايه، بتخلي ايه، بتشتري ايه, إيه قبل ما ايدك تسحب على ال 100 جنيه قبل ما ايدك تسحب على ال 100 جنيه انت عارفه انت هتاخديها ليه. شوف انا عامله ايه، 100 و100 جنب بعض كده، دي للفراخ واللحمه، دي للبقوليات، دي للخضار، دي مش عارفه للمنظفات كده. فاهمين قصدي؟ ابقى عارفه دول رايحين فين وجايين منين. لكن احط الفلوس واحط كل حاجه وانزل القط من هنا واجيب من هنا واجيب من هنا واجيب من هنا، وارجع البيت الاقي نفسي في حاجات انا عايزاها ما جبتهاش، وفي حاجات اصلا موجوده عندي جبتها ليه. طب ما انا ماشيه من غير نظام. طب امشي من غير نظام ليه؟
اظبط نفسي قبل ما انزل، لا ودبرت وحوشت وجبت اللي انا عايزاه كله، لا وايه، وعندي ال 100 جنيه بتاعه القسط دي بتاعت كل اسبوع، يعني كل شهر ان شاء الله باذن الله 400 جنيه، تمام. هدفع قسطي، هدفع جمعيتي، هدفع ديني، ادفع قرضي. انا ماشيه كده يا جماعه، انا ماشيه كده. رخرة انتوا مستغربين انت ماشيه ازاي، بتصرفي ازاي، بتعملي، بتحوشي ازاي، بتعملي ازاي، بتدفعي ديونك ازاي. انا ماشيه بالطريقه دي، اللهم لك الحمد، ناجحه معايا وماشيه معايا مية مية، الحمد لله ببركه ربنا. تمام كده، اتمنى بس يكون الفيديو عجبكم النهارده باذن الله، وان شاء الله افكار جايه كتير وفيديوهات سخنه باذن الله كده. ادعوا لي حبايب قلبي بفك الكرب ليا وليكم كده اهوت، ربنا يصلح حالكم وحالي، واستنوني في فيديوهات تانية ان شاء الله كتير باذن الله هتعجبكم ان شاء الله. حطوا اللايك واشتركوا في القناه، مع السلامه.